تخيل معايا كده انك تموت دلوقتي وترحل عن الدنيا وتكتشف ان نص صلواتك اللي انت صليتها على مدار حياتك مش مقبولة. الرسالة دي لكل واحد بيصلي في البيت من غير عذر. اسمع كده معايا الحديث واحكم بنفسك، وخد بالك ان الحديث ده صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يلبي فلا صلاة له إلا من عذر. إلا من عذر. اسمع كده معايا حديث تاني للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث بيقول لنا أو بيعرفنا الناس اللي بتصلي مصيرها إيه، والناس اللي ما بتصليش برضو مصيرها إيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان محافظا على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. أكيد أنت مش عايز تتحشر مع الناس دي، وعايز تبقى الصلاة دي ليك نور وبرهان ونجاة. وفي يوم من الأيام جاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، ممكن تديني رخصة إن أنا ما اروحش أصلي في المسجد؟ أنا أعمى، معيش اللي يقودني، ما بلاقيش حد إنه ياخدني من إيدي ويوديني للمسجد. فكان رد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ليه صدمة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سأل الرجل الأعمى قال: فهل تسمع النداء؟ الأعمى قال له: بلى يا رسول الله، أسمع النداء. قال: فلتلبي. فلتلبي معناها هنا إن أنت تلبي النداء في المسجد مش في البيت. ما بالك إن ده رجل أعمى، أنت بقى موقفك إيه؟ هي اللي أنا كنت من الناس اللي بتصلي دايما في البيت. سمعت الأذان بقوم أتوضى، بلبس العباية، بفرش سجادة الصلاة وبصلي عادي في البيت. بس لما سمعت الأحاديث المرعبة دي يا جماعة، ودي أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لقيت إن الموضوع فعلا مفيهوش هزار. إن واحد أعمى يروح للنبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه رخصة، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: فلتلبي في المسجد. أنا موقفي إيه مع ربنا عز وجل لما بواقف قدامه والصلوات اللي أنا صليتها على مدار حياتي دي كلها غير مقبولة عشان كنت بصليها في البيت؟ حبيت بس إن أنا أفيد بعض الشباب بخطورة وصعوبة الأمر دوت، لأن الصلاة في البيت للنساء وفي المسجد للرجال، فلازم أي شاب عاقل بالغ إن هو يروح يلبي النداء في المسجد مش في البيت. اللهم اجعلنا من المحافظين على صلاة الجماعة في المسجد. في المسجد. فلما تسمع النداء فلتلبي في المسجد. يا رب أكون فدتك وتفيد غيرك. سلام عليكم.